السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهارده هنعمل احلى صينية بطاطس بوريه باللحمة المفرومة. ما تنسوش تشتركوا في قناة بيت العيلة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في صينية البطاطس بتاعتنا، وهتاخدوا معانا كل جديد وحصري في قناتنا، بس يا ريت تشتركوا في القناة. المقادير بتاعتي: معايا بطاطس مقطعة حلقان وغسلها ومنضفاها كويس وحطها في قلب المية عشان هسلقها، ومعايا لحمة مفرومة، ومعايا بصلاية فرماها، ومعايا كوباية لبن، ومعايا ملح وفلفل اسمر وكمون، ومعايا دقيق، ومعايا سمنة. دلوقتي انا هحط بقى البطاطس بتاعتي، اسيبها تستلق على النار كويس لاني ههرسها. ادي حطها على النار اهو، اسيبها تستلق بقى كويس جدا. طبعا هظبط الملح بتاعها عشان ما تبقاش دلعه. احط لها معلقتين ملح كبار، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويكون في عين تانية محضره الحله بتاعتي اللي هعمل فيها اللحمه المفرومه. هقوم حاطه السمنه بتاعتي، واقوم كمان حاطه شويه زيت صغيرين، واسيبهم يسيحوا مع بعض شويه كده. اديني بسيحها اهيت عشان اقدر انزل البصلايه بتاعتي تاخد تشويحه جميله. اقوم بقى جايبه البصلايه بتاعتي اللي انا فرماها في الكبه، واقوم نازله بيها، اديها التشويحه الجميله بتاعتي، اديها تشويحتين 3 كده في قلب السمنه زي صدمه كده. بصوا دي تشويحتين اهيت، بصوا بقى لونها عامل ازاي. واقوم نازله بقى بالبهارات بتاعتي برضو، ادي البهارات مع البصلايه تشويحه برضو ليه بتدي ريحه جميله جدا. البهارات يا جماعه لما بتتحط مع تتشوح في قلب الحاجه بتدي ريحه جميله جدا، عكس لما تحطي اللحمه والبهارات فوق منها. لا، دي كده جربوها والله هتعجبكم جدا، هتدي ريحه للاكل تحفه جدا وتخلي اللحمه طعمها جميل. اديها برضو تشويحتين كده 3. وهجيب اللحمه المفرومه بتاعتي بقى، هنزل عليها اهي اللحمه المفرومه، واقلبها كويس قوي في البصلايه. انا طبعا فرمه البصل ناعم جدا بحيث ان هو يبقى كله متجانس مع بعضه، ما يبانش مثلا حته بصلايه مع لحمه، لا انا فرمه ناعم جدا جدا. ابدا بقى اقلب اللحمه في قلب البصل كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقلبهم كويس جدا بحيث ان كله يتجانس مع بعضه. في العين التانية اكون حاطه برضو الحله بتاعتي وانزل حته سمنه عشان اعمل البشاميل بتاعي، اسيبه برضو يسيح شويه. على فكره في ناس بتحب تعمل بشاميل على البارد، بس انا بحب اعمله على النار. يعني على البارد يعني ايه؟ يعني السمنه في قلب اللبن في قلب الدقيق كله على البارد مع بعض، وتقلب كله وتحطه على النار يتقل. بس انا ما بحبش كده، انا بحب اعمل اسيح السمنه بتاعتي اهوت زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنزل بالدقيق اديله تشويحه حلوه. هشوح الدقيق في قلب السمنه، بس خلوا بالكم عشان ما يكلكعش منكم، اهم شيء ان البشاميل بتاعكم ما يكلكعش. وانا بديله تشويحه اهو في قلب الدقيق. اخلي الدقيق بتاعي لونه اصفر، شفتوا اللون الذهبي الجميل ده؟ انا بخلي الدقيق بتاعي كده. هقوم نازله بكوبايه اللبن بتاعتي، عايز تعمليه بلبن اعمليه، عايز تعمليه بكوبايه شوربه برضو اعمليها، اللي متاح عند حضرتك اعمليه. طبعا هضربه كويس، ما ينفعش اسيب البشاميل، لو سبت البشاميل دقيقه واحده هيكلكع مني. انا هقعد اضربه كويس جدا عشان ما يكلكعش، انا مش عايزاه يكلكع مني، وكمان مش عايزه البشاميل بتاعي تقيل، انا عايزاه خفيف. هضربه كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا عشان سيبته كلكع ازاي، عشان سيبته بس ما ضربتوش كده شويه
كلكع، اقوم جايبه تاني واقعد اضرب فيه تاني عشان ما يكلكعش مني. انا مش عايزاه يكلكع مني خالص، لانه لو كلكع مش هيبقى حلو تماما. بصوا اهو، بصوا اول ما ضربته بدأ يفك ازاي. انا عايزه القوام الخفيف ده، مش عايزاه يبقى تقيل، عايزه البشاميل بتاعي خفيف اهو. بصوا القوام بتاعه جميل ازاي، بصوا ما شاء الله عليه جميل ازاي. على فكره هو بدأ يتقل مني اهوت، لان اصلا البشاميل كل ما يبرد كل ما يتقل منك. خلي بالك كويس جدا، البشاميل كل ما يبرد كل ما هو هيتقل. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هحاول اخليه يبقى خفيف شويه، بس هحط طبعا اظبط الملح والفلفل الاسمر بتاعه الاول، وبعد كده هخففه بقى، هخففه بشويه ميه صغيرين كده، يعني حبه بحبه لحد ما اخد القوام بتاعي اللي انا عايزاه. بس طبعا انا هقلب دلوقتي الملح بس الفلفل الاسمر عشان اظبط له الملح والفلفل الاسمر بتاعه. بعد كده بقى هبدا اخففه سنه بسنه لحد ما اخد القوام اللي انا عايزاه. طبعا انا هنزل الميه وهضرب كويس بالمضرب. بس دلوقتي بجيب شويه ميه اهوت، هنزل بالميه اهوت بس شويه صغيرين خالص، وهبدا بقى اضرب بالمضرب اهو. بصوا بضرب كويس جدا. لقيته تقيل تاني هزود شويه ميه تاني اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هو القوام بتاعه بقى جميل كده، انا عايزاه كده. دلوقتي بقى نشوف اللحمه المفرومه بتاعتنا ايه اللي حصل فيها. هي داخله على السوا اهي ما شاء الله عليها، ولا الريحه بتاعتها جميله جدا ما شاء الله عليها. بصوا مش باينه بقى البصلايه من اللحمه المفرومه، كله تجانس مع بعض عشان فرمه البصلايه جامد. البطاطس بتاعتي لسه شويه عليها اهوت، انا بجربها بالشوكه اهيت، لسه شويه عليها على السوا، هسيبها تكمل سواها. اهو دلوقتي بقى انا اللحمه المفرومه بتاعتي استوت، والبطاطس انا طلعتها ورحت هرساها بالهراسه كويس جدا، خليتها بطاطس مهروسه، والبشاميل بتاعي جاهز. دلوقتي بقى هعمل صينيتي احلى صينيه بطاطس بوريه باللحمه المفرومه. هعمل ايه؟ هاخد جزء من البشاميل بتاعي، مش هاخده كله، انا هاخد جزء منه بس، افرده كده في الصينيه، طبقه خفيفه خالص يعني، كان مش عامله بشاميل كتير، طبقه خفيفه. بصوا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، بصوا فردت البشاميل كله في الصينيه اهو. هاخد بقى البطاطس بتاعتي وانزل برضو جزء منها اهو، وافرده كده بس بالراحه جدا وانت بتفردي اهو. هفرد كده حبه حبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا انا فردت الكميه بتاعتي كلها اهيت بالراحه جدا كده وانا بفردها. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بحاول اسويها عشان ما يبقاش في جزء عالي وجزء منخفض، لا يبقى كله زي بعض، كله سوا بعض. وهنزل برضو اللحمه المفرومه بتاعتي برضو بالراحه كده وانا بفردها برضو اهوت، زي ما بوري حضراتكم كده بفرد حبه حبه بالراحه خالص اهو. انا بقى كده هكمل الجزء كله وارجع لكم تاني. اديني كملت الصينيه كلها اهيت، غطيتها كلها باللحمه المفرومه اهيت زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بصوا انا غطيتها كلها باللحمه المفرومه اهيت. طبعا برضو بسويها برضو بالمعلقه كده عشان برضو ميبقاش في جزء واخد لحمه مفرومه اكتر من جزء، يبقى كله سوا بعض اهو. بحاول اجيب مثلا اللحمه المفرومه الكتيره في المكان القليل. هفرد بقى الطبقه التانية بتاعه البطاطس وافردها بالراحه برضو، هبدا افرد بالراحه. وخلي بالكم برضو انتوا بتفردوها بالراحه جدا
بالراحه خالص، عشان خاطر البطاطس بتبقى سايله مع اللحمه سايله، فما يبقوش يتجانسوا كلهم مع بعض. لا، افرد كده بالراحه خالص خالص بهدوء كده وانا بفرد الطبقه الاخيره دي. بصوا انا فردتها هي كلها، انا فردت حته قدامكم وبعد كده رحت فردتها ورجعت لكم تاني اهوت. فردتها كلها كده، بحاول برضو اسويها. معلش لو البطاطس عملت مع اللحمه، بس ده طبعا عشان خاطر انتوا عارفين اللحمه بتبقى سايله والبطاطس كمان سايله، مفيش حاجه ماسكه في بعضها، فلازم يتجانسوا بسيط كده. بس على قد ما تقدروا حاولوا انتوا ما تخليهاش تتجانس قوي. واقوم بقى حاطه الطبقه البشاميل التانية. اهوت بفردها برضو كده على وش الصينيه. اهوت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجيب بقى الجبنه الموزاريلا بتاعتي وارشها على وشها كده عشان تاخد اللون الجميل اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا ارش الجبنه الموزاريلا بتاعتي على الوش بتاعها. طبعا ده براحتك، لو انت عايزه تحطي جبنه موزاريلا حطي، مش عايزه برضو براحتك، يعني دي اختياري، مش اساسي في الخلطه بتاعتنا يعني. اهيت، هبدا بقى احطها دلوقتي في الفرن عشان تستوي. ودي خرجتها من الفرن اهي. بصوا ما شاء الله عليها جميله ازاي ولونها جميل ازاي، ما شاء الله عليها بجد. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناه بيت العيله وتفعلوا الجرس. ويا رب تكون صينيه البطاطس عجبتكم، هي مش مكلفه خالص ولا اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.